الحقيقه استهوتني هذه اللوحات الفنيه ونسيت رقعه الميدان وبقيت متبع الجمهور اكثر ما بغى. نظن بانه الجمهور كيقدم عروض طيبه وجميله، كتعطي واحد البهاء لهذا الملعب اللي داز فيه الكره بمعنى الكلمه. وحتى الشعارات بالانجليزيه والفرنسيه الابداع في بعض الاحيان يكون بشكل تكون التعابير بالفعل. تاخذ طابع كوني وليس فقط تعزيا لعائله الشهداء، وانا لله وانا اليه راجعون. اذا صور تذكاريه للطرفين قبل ان نشاهد او تعطى انطلاقه المواجهه بين المعنيين بهذا الديربي، الرجاء والوداد البيضاويين، في مواجهه هي 18 بعد 100. نذكر انه اجراءات امنيه اللي كانت كبيره لتامين هذه المقابله، لتامين انه تمر في ظروف جيده. ونشاهدوا صور اخرى لجماهير فريق الوداد اللي على مستوى تيفو، كذلك فريق الرجاء. ونواصل. اذا هناك ابداع، هناك صور في الجهه اليسرى من مدرجات الملعب، لو امكننا نشاهدها مره اخرى ونتابع، لان الحقيقه صور تمتع القلب قبل العين. و الحكم جيد، كان قريب من العمليه وكيقول بانه النقاش كان هناك عرقله بالفعل. في حق اللاعب جبيره، وبالتالي يعلن عن الخطا لصالح فريق الرجاء البيضاوي. النتيجه اليوم غيتحكم فيها عده عوامل: اختيار النهج ديال اي مدرب، المعرفه ديال المدربين معا والفلسفه ديالهم،